صباح التحدي والحماسة والتفاؤل على عيون أغلى وأحلى متابعين في الدنيا كلها. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة. أهلا بيكم في فيديو جديد في يلا مع علاء. لو أنت أول مرة تشوفني والفيديو عجبك يا ريت تنسانيش بأغلى وأحلى وأجمل لايك وشير وتتابعني واشترك الوقت معايا. ولو أنت أو أنت من المتابعين أشكركم على الثقة الغالية ديت. النهارده التلات، وزي ما احنا عارفين كل يوم حد وتلات هيبقى في حلقة جديدة من حلقات تحدي. عنوان حلقة النهارده بيقول أنسب وقت. هو أنسب وقت لممارسة الرياضة، وهقول لكم كمان على فوائد الرياضة الصباحية والمسائية وأحسن وقت ممكن نأدي فيها الرياضة ديت عشان نرجع أو ترجع علينا بفايدة أكتر. هتكلم النهارده معاكم عن شويه نصايح عامه، زي ما قلت لكم نصايح رياضيه او انسب وقت رياضي سواء الصبح او بالليل. ممكن تكونوا بتعرفوا المعلومات ديت النهارده لاول مره، ممكن تكونوا عارفينها، بس النهارده هتبقى حلقه مهمه جدا، فارجو انكم تتابعوني للاخر وما تروحوش مني او تزوغوا مني كده او كده. هقول لكم الاول عن احسن وقت ممكن او يستحسن نلعب فيه رياضه، لان التمارين الرياضيه يا شباب عباره عن مجهود بدني سواء ليك او ليكي، او تختلف من كل واحد للتاني. يعني مش كلنا لينا او المجهود بتاعنا متساوي، وبنعمل كده عشان نقدر نوصل بجسمنا لشكل او افضل شكل صحي والشكل كمان بشكل عام، يعني يبقى جسمنا جذاب وبشكل صحي. وفي اقاويل كتيره بتقول ان الرياضه بتتعب الجسم، وطبعا الكلام ده كله مش حقيقي الا اذا كنت انت بتلعب الرياضه دي بشكل غلط. في الحاله ديت الرياضه هترجع عليك بشكل سلبي. فالرياضه ليها فوائد كتيره ومميزات كتيره جدا، زي مثلا انها بتساعدنا في حماية من شوية أمراض زي ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكر والشيخوخة المبكرة. فمهم جدا يا شباب إننا ندخل الرياضة من ضمن أعمالنا اليومية، وعلى حسب جدول يكون مناسب لينا على حسب شغلنا أو دراستنا، بس لازم نحشر الرياضة في جدول يومي لينا، لأننا لو عملنا كده هيبقى الفايدة هترجع علينا مش بس على جسمنا ولكن كمان على روحنا المعنوية، هتزيد بشكل كبير جدا. وده على حسب دراسات وأبحاث علمية، وقالت إن كل من التمارين الصباحية والمسائية ليها فوائد خاصة. أولا بالنسبة للتمارين الصباحية، ده لو انت عايز تخس وتخسر من وزنك، يستحسن قبل ما تفطر مش بعده، يستحسن يعني قبل الفطار، وده عشان تسيطر على شهيتك. يستحسن تلعب الرياضة قبل ما تفطر عشان تسيطر على شهيتك. وربطوا كمان بينها وبين النوم بالليل بشكل سليم. اللي عنده أرق بالليل أو مش بيعرف ينام كتير أو بينام ويصحى أو نومه متقطع، الرياضة برضو هتساعدك بشكل كبير جدا في النقطة ديت. اما بقى بالنسبه للتمارين المسائيه، ودي فيها فوائد كتيره جدا، زي ارتفاع درجه حرارتك المركزيه خلال اليوم، وتساعد كمان العضلات تفضل دافيه ومرنه وما تتعرضش للاصابه بشكل مستمر او بشكل كبير، يعني تحميك بقدر الامكان من الاصابه. وكمان في هرمون اسمه التستوستيرون، ده بيكون بالليل بيعلى بشكل كبير جدا، بيعلى بالليل، بيعلى معاك بالليل الهرمون ده، وده بيخلي تمارين القوة والتحمل أحسن بكتير بالنسبة للراجل أو للست. يعني من الآخر كده يا شباب، لو انتوا عايزين تخسوا وتخسروا من وزنكم، العبوا التمارين الصباحية. ولو انت عايز او انت مثلا بادي بيلدينج مثلا للولاد اكتر من البنات، وعايز تبني جسمك صح وتضخم عضلاتك، يبقى تلعب الرياضة المسائية. ده هيبقى انسب وقت ليك. الرياضة الصباحية ايه؟ ممكن حاجات بسيطة زي مشي، جري، ركوب عجلة، تنزل تتمشى، تتحرك بس على الاقل مثلا نص ساعة.
مثلا كل يوم، او حاول تحطها ضمن الاسبوع الاسبوع بتاعك على حسب شغلك. طيب ممكن تمارين رياضيه ايه؟ ممكن ضغط، ممكن بطن، ممكن تمارين كتيره قوي، متعدده جدا بالنسبه الرياضة المسائية ممكن بتساعدك بشكل كبير قوي انك تبني جسمك. ده يا شباب كان موضوع حلقة النهاردة. اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكتر اكون قدرت اساعد او افيد اي حد بيتفرج على حلقة النهاردة. بس قبل ما انهي الحلقة احب اقول لكم انتم مش لوحدكم، انا هكون معاكم، ومش انا وبس، انا وكل المتابعين هنكون معاكم كل يوم. هنتكلم في حاجات كتير ونعمل حاجات اكتر من شأنها تدينا الطاقة الايجابية وتقول لنا هاي انتم مش لوحدكم، كلنا معاكم وربنا معانا. بس المهم انتوا تكونوا عايزين تساعدوا نفسكم عشان احنا نقدر نساعدكم. هسيب لكم لينكاتي في الفيديو عشان اي حد يحب يتواصل معايا. يهمني جدا اعرف رايكم وافكاركم وملاحظاتكم، حتى انتقادكم في حلقه النهارده. وزي ما بقول في كل حلقه، في ناس كتير وجهات اكتر مراهنه على فشلنا. يا ريت تدوش فرصه لاي حد انه يراهن على فشلنا ويكسب الرهان، لان مقامنا غالي وعالي جدا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تبخلوش عليا باغلى واحلى واجمل لايك وشير والتابعني واشترك دلوقتي معايا في الحلم، عشان انت او انتي بقيتوا جزء من حلم عظيم. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم بكره فيديو جديد وحلقه جديده ويلا جديده في يلا مع علاء. stay positive you awesome. السلام عليكم.